البنت دي بتكون مخطوفه وبتوري الكلمه للولد اللي ماشي عشان يعرف انها مخطوفه وينقذها، وبيشوف الكلمه بيعرف انها مخطوفه، وجوزها بيتعصب وبيقول له انت بتبص على مراتي كده ليه، وبيقول له مفيش وبيمشي وبينزل كمان من الاتوبيس، والبنت بتحسب انه بحق وبتقلع الطرحه وبتعمل خطه تانيه عشان اي حد ينقذها، وبتجيب قلم روج وبتكتب على الطرحه كلمه مخطوفه، وبتطبق الطرحه وبترميها للسواق، والسواق بيحسب ان في حد رمى عليه الزباله وبيقوم وبيقول مين اللي رماها عليا، وبيشوف ان دي طرحه مراته وبيعرف انها حاولت تشغل دماغها، وبالله لو حاولت تشغل دماغك تاني هبندك لحد ما نوصل. والاتوبيس كان رايح يتحرك بس بيوقفوا الولد اللي استنجد بيه في الاول وبقول له معلش استنى صاحبي جاي، والسواق بيفضل مستنيه لحد ساعتين وفي الاخر محدش بيجي، والسواق بيزهق وبيقول انا همشي، والولد عشان يعطله بيعمل نفسه تعبان وبيموت، وبيقوم يعالجوا الولد الخاطف عشان بيطلع ان ده دكتور، بس اول ما بيبص عليه بيشوف ان ده الولد وبيعرف انه بيعمل كده عشان يعطله والبوليس يجي، والبنت بتند عليه واول ما بيبص عليها بتضربه بطفايه الحريق في وشه، وبعد شويه بيجي الظابط وبيقبض عليه والبنت بتشكره عشان انقذ حياتها.